والله الذي لا اله الا هو الطلبه دلوقتي بتتصل بيا بتبكي بالدموع وندمانه على الوقت اللي ضيعوه كله مع المدرسين. والله ما هسيبكم الا لما تكونوا اشطر من اشطر مدرس بيدرس الدين ايه ده بقى له 25 سنه على الاقل. فما تقلقوش من حاجه. الطالب بتاع الدين ايه انا عارف ان هو هيجهدكم، انما انتوا ابطال، واللي عايز ينجح وعايز يتفوق وعايز يروح الكليه اللي نفسه فيها لازم نتعب شويه. والله بصلي وبدعي لكم ان ربنا ييسر لكم الامور ويجعل لكم الصعب سهل ويفرحكم ان شاء الله بالنجاح اللي يرضيكم ويفرح ابائكم وامهاتكم. لما تتقدموا معايا شويه هتعرف الكلام ده وانت في الحصه الرابعه والخامسه ان كتاب الوزاره ترتيبه غلط، كل الكتب في مصر ترتيبها غلط، كل منازل المدرسين ترتيبها غلط وبيشرحوا الدرس ده غلط. طب الحل ايه؟ يبقى انا لو كنت عايز اضللكم كنت امشي في المنهج عادي، اوقف واعمل معسكر واعيد تاني الدعامه والحركه والتنسيق والهرموني والتكاثر. يبقى انا بظلمك، انا بظلمك. افهم وانا بقول ايه؟ يبقى جري ورايا ما تضيعش وقتك، جري ورايا ما تضيعش وقتك، لان انا مقتنع العمليه مش شرح ومش مذاكره، مناقشه وحل. طب انا عايز اخلص 15 2 عشان اعمل ايه؟ اخد من 15 2 لغايه يوم 6 6 طلبه الازهر اول امتحان، ولغايه يوم 20 6 للثانويه العامه ما بعملش حاجه غير اعيد وازيد واحل وخلاف. خلصنا خلاص، اعصابنا هديت، ما تقلقش وما تفتحش الكتب عشان ما عندكش وقت. هنخلص ونشبع حل، مش هنعمل حاجه غير نحل. لكن ترتيب الموضوع مش مظبوط. اهو انا بقول كلام بسيط ما بقولش كلام صعب. دي النقطه رقم واحد. نقطه رقم اثنين، يا حبيبي الله يهديك، انت كنت تحب ان انا اوقف واعمل معسكر؟ لا. طب انت كنت تحب ان انا اشرح مناعه وبعدين الدين ايه في الاخر اللي عليه 16 درجه؟ لا، اشرح الاول الدين ايه عشان درجته كبيره جدا وانا عارف ان هو اكثر اهميه واكثر صعوبه، وبعدين نروح نشرح المناعه عليها 8 درجات. ده اللي يرضي ربنا. لكن كل مدرسين مصر هتشرح الكلام ده امتى؟ مش قبل شهر 2 و3 و4. يبقى هل ده يرضي ربنا؟ ما يرضيش ربنا. اهو بقول كلام بسيط وكلام سهل. اكتب للناس، تواصل مع فريق عملنا واكتب رايك. اكتب رايك بعد ما لقيت الدي ان ايه، قول كده الدي ان ايه ده موضوع صعب وكان لازم الدكتور مجدي قدام عينك يبدا بالدي ان ايه يشرحه الاول وبعدين يشرح بعدين مناعه وبعدين بعد كده نبقى نحل ونعمل معسكرات ونحل ونعمل الكلام ده كله. وانه مش صح ابدا ان انا كنت اوقف واعمل معسكر، هذا لا يرضي الله لان ده ظلم لاولادنا. لو ما كتبتش الكلام ده انت غلط، انت غلط، عشان في ولي امر طافح الدم وابنه مش عارف قدام عينك وبيضحك عليه ودلوقتي بيسمع في معسكرات قدام عينك وبيضيع الوقت. يبقى لازم انت تقول رايك يا اخي عشان تفوق طالب. والله الكلام ده بيطلع من قلبي قدام عينك، الهدف منه مش مصلحه مجدي فوده ابدا ابدا، انما عشان نفوق اولاد الناس ننبههم، لان في زميل ليك وزميله ليكي هتروح تسمع الكلام ده قدام عينك في شهر 3. يبقى ده ظلم، ده ظلم، لانه هيجي لي وهيسمعني قدام عينك بس في وقت قاتل مش هيلحق يلم نفسه وقد يرسب في ماده الاحياء تماما. يبقى ده ما يرضيش ربنا. اكتبوا رايكم واخد بالك انت وسجل الكلام ده لله عشان جايز الكلام اللي انت هتقوله ده يفوق طالب ماشي غلط. انا بقول كلام بسيط. والله الذي لا اله الا هو الطلبه دلوقتي بتتصل بيا بتبكي بالدموع وندمانه على الوقت اللي ضيعوه كله مع المدرسين، وعايز يسمع تاني الدعامه والحركه والتنسيق الهرموني ويسمع التكاثر تاني ويسمع الجيولوجيا تاني. يبقى ده حرام، حرام فلوس اولياء الامور وحرام مستقبل ولاد الناس اللي بيضيع ده. هذا لا يرضي الله. سجل ملحوظتك وسجل رايك عشان هتتحاسب على الكلام ده يوم القيامه من غير ما نجيب سيره حد، بس سجل رايك. والحرام ان احنا نضيع وقت ولاد الناس في المعسكرات، بس ما تقولش اكتر من كده. وكان صح الدكتور مجدي اللي بيعمله ده. يلا يا ابطال الجدعان، مش هسيبكم لما تبقوا 100 100 باذن الله تعالى.